والفيديو اللي فات جاب 291 مشاهدة. عدد الصراحة جميل جدا يعني. بس أهم من العدد ده كان فيه 6 مشتركين جداد، وهم دول اللي أنا عملت عشان خاطرهم الفيديو ده. أيتها الجماهير العريضة، وكمان هنسمي الفيديوهات بتاعتنا بالتحليل الجميل. خلاص، انت بعد كده هتخش على اليوتيوب هتكتب التحليل الجميل هيطلع لك حلقات كتيرة جدا. وفي 2022 هنكون رقم مش عارف كام في اليوتيوب، بس هنكون عددنا كبير قوي. خلونا نتابع في الحلقة دي هنحكي عن ايه. في الحلقة دي انا هتكلم على تشكيل الاهلي في مباراة فيتا كلوب اللي هو كان 4-2-3-1. دي التشكيلة اللي بدأ بيها موسيماني عشان يقدر يوقف خطورة فيتا كلوب اللي هم 4-3-3، مع العلم ان فيتا كلوب اصلا مش فريق خطير زي ما احنا اتكلمنا وقلنا ده فريق عشوائي. وتقدر تشوف الفيديو فوق اهوت، خش عليه واتفرج على ثغرات فريق فيتا كلوب. لكن المرة دي انا مش طالع اتكلم عن ثغرات النادي الاهلي، انا طالع اقول ان الخطة اللي موسيماني بيحطها ديت بتعمل مجهود كبير جدا على اللعيبة. لعيبة كتير قوي بتتعب في التشكيلة دي. طبعا محمود وحيد اتصاب وخرج، ونزل مكانه ياسر ابراهيم. ايمن اشرف طلع لعب باك ليفت، وياسر ابراهيم بقى في قلب الدفاع. ياسر ابراهيم مش فايق شويه في الكرة دي. مثلا انا مش بحمله الغلط على ايمن اشرف انه ما عملش بلوك قوي، بس برضو انت ياسر ابراهيم كنت لازم تروح بقوه اكتر من كده وتقفل الزاويه اللي اللعيب هيشوط منها. وحتى بعد الكرة ما وقعت من الشناوي كنت لازم بتروح بوشك بتحاول تخربش زي ما بيقولوا مع المهاجم. خلينا من ياسر ابراهيم دلوقتي وتعالى نشوف بقية الفريق. محمد الشناوي طبعا في حراسة المرمى مفيش كلام عليه. بدر بنون ده حاجة كده عالمية. وعلى فكرة بدر بنون قدام ممكن تستخدمه فيندر او زي ما بيقولوا ليبرو مقلوب. محمد هاني الصراحة الماتش ده كان كويس، بس عايز يظبط الاوفرات بتاعته لان وحشة جدا. طيب ده خط الدفاع. دلوقتي عايز اتكلم على خط الوسط، والتشكيلة ديت بتعتمد اعتماد كلي على ديانج وعمرو السولية. سيبنا من ديانج دلوقتي، عايز اتكلم على عمرو السولية اكتر. عمرو السولية بيعمل مجهود جبار، بيتحرك في كل الملعب ومش سايب حتة غير لما بيجري فيها. بس احب اقولك ان كل دوت مجهود سلبي، وللأسف انت بتخنق على زمايلك وبتخلي فيه ضغط على الباكات وعلى الوينجات. فتعال نشوف عمرو السولية بيتحرك ازاي. عمرو السولية هنا راجع على مهله جدا، والهجمة سريعة قوي، هو مش ماسك حد خالص. حتى لما الكرة رجعت ردت في نص الملعب هو برضو بيترقص بالتليفون. بص الكرة دي رجعت لحد بدر بنون. بدر بنون بيدور على حد يلعبله، مفيش. عمرو السولية بيسحب نفسه على ال18 بتاع الفرقة. الكرة دي طلعت اوت لان كان محمود وحيد اتصاب ساعتها. الكرة اللي بعد كده ديانج عمال يا عيني رايح جاي بين الباك والسرد باك، وبيدي لبدر بنون وبيرجع يستلم تاني ياسر ابراهيم. بص عمرو السولية فين. عمرو السولية كان فيرود تقريبا في اللقطة دي، وديانج تايه في نص الملعب. نفس الكلام، قفشة نزل استلم ورجع الكرة لبدر بنون، ومحمد هاني بيلعبها لحسين شحات بترجع تاني. كل دوت والسولية هو اللي على الدايرة.
وقفشه في الاخر هو اللي بيكمل الهجمه وبيروح يلعب الكوره بالهيد. بص بقى الهجمه دي ركز فيها كويس. حسين الشحات قطع الكوره، لعب لبواليا وديانج ده اللي طلع تمام، وحسين الشحات كمل الهجمه. الكوره طولت على ديانج وخلاص مفيش مشكله. الكوره دي المفروض ان هي اتلعبت يعني ورجعت هجمه علينا تاني. بص مين اللي رجع على ال18؟ حسين الشحات وديانج. بص عمرو السولية ما كانش اثر، رجع، في حين ان الاتنين كانوا لسه عاملين هجمه وهجمه صعبه وسريعه وتردت علينا. دلوقتي الاتنين بيطلعوا تاني في الهجمه، واخر واحد مستني هو عمرو السولية. طب انت كان دورك ايه اصلا من الاول خالص؟ حاليا هو بعيد عن الكوره، ملوش دعوه. حالات كتير الصراحه لعمرو السولية، مش عايز اكون متحامل عليه، لكن الخطه دي بتعتمد اعتماد كلي على الاتنين اللي في نص الملعب اللي قلنا عليهم، ديانج وعمرو السولية. الصراحه ديانج حتى لو في كور بيأثر فيها، لكن هو دبابة ما شاء الله عليه، بيقدر يروح الهجمة وبيقدر يرجع يغطي تاني. هو الراجل اللي يقطم سعداء. انت ممكن تكون مش في احسن فورمة ليك، ممكن يكون في اجهاد عليك. فانا رأيي ان عمرو السولية يريح. تعالوا نروح للتشكيلة نفسها واوريك تحركات عمرو السولية او اي حد المفروض مكان عمرو السولية يتحرك ازاي. المفروض في المكان ده عمرو السولية لو هنا، قفشة بيتحرك عشان ياخد مساحة. السولية لو عرف يخترق من هنا بيخترق، ما عرفش بينزل لقفشة الكورة. قفشة برضو بيتحرك له هنا وبيتحرك هنا، السولية بيعكس معاه وديانج ثابت. وفي الهجمة اللي ديانج بيطلع فيها المفروض السولية بيثبت، بس السولية للأسف ما عندوش الأوبشن ده. السولية برضو عايز يجيب جون وبيكمل. أنا مش عارف الصراحة دي كانت تعليمات من موسيماني نلعب بالشكل ده، ولا كانت ماشية كده اللعيبة بمزاجها. عمرو السولية بيضغط هنا وبيرجع يضغط هنا، ممكن يضغط هنا وممكن يضغط بره، اصلا مش عارف بيروح لحد حتت غريبة يعني. طيب انت لما بتطلع لقدام هنا مثلا كده السولية وعايز تجيب جون او هنا، مين اللي بيرجع؟ حسين الشحات بينزل وديانج بينزل. في الخطة دي المفروض انت بتقلب معاك في 5 في نص الملعب. في الحالة الدفاعية بتبقى 4-5-1، او زي ما بنقول 3-5-2. وفي الخطة الهجومية بتبقى 4-3-3. لكن انا مش شايف مع موسيماني اي سيطرة على الملعب. انا شايف ديانج ممكن يطلع، وعلى فكرة هو بيطلع وبيعمل هجمة كويسة وبيرجع يأمن الدفاع. السولية بيزيد وما بيرجعش، ولما بيرجع تعبان، وشفنا الكلام ده في ضربة الجزاء. طيب المفروض اساسا ان الباكات هي اللي طايرة، وان الونجات بتخش في القلب، والسولية بيعطل الهجمة بقى وديانج بيعطل، حد فيهم بيستنى وحد فيهم بيزيد، بيبقى ده شكل الخطة. هتقول لها هنتدرب، هقولك ما هو بيحصل ترحيل ما بين الباك ليفت والباك رايت. الصراحة حسين الشحات انا شايفه كويس جدا. ناس كتير هتقول لي ايه يا عم الهبد اللي انت بتقوله ده ومش عارف ايه، لكن حسين الشحات بجد بيجتهد في ظل ضغط كبير عليه، وفي ظل ان هو شايل حاجات كتيرة قوي. اجاييه لحد دلوقتي هو نجم الفريق. انا مش شايف حد بيفتح لعب او حد بيفكر ينقل هجمة مرة واحدة زي اجاييه بياخدك كده مرة واحدة، يلا هوبا نعمل هجمة خطيرة، بيجيب اجوان، بيصنع ما شاء الله. وولتر بواليا اتحرك حلو جدا على فكرة، والفينش بتاعه بس محتاج تكة بسيطة، تظبط التكة دي ان شاء الله وهيبقى فيرود كويس. بس انا مش عارف، احنا كان عندنا ازارو ما قدرناش نصبر عليه ومشيناه، مع ان ازارو كان اصلا هداف وكان بيجيب معانا جوان كتير، بس في فترة كده عصلجت مع الدنيا قلنا لا يمشي، فحاليا مضطرين نصبر على بواليا، في حين ان محمد شريف فيرود قوي جدا، واعتقد ان هو لازم يبدأ بعد كده. احنا قلنا التشكيلة بتاعت ماتش الاهلي قبل كده كنا حاطين فيها محمد طاهر. الصراحة طاهر لازم يبدأ. من وجهة نظري ايه التشكيلة المثالية للماتش بتاع بكرة؟ انا برضو شايف ان السولية محتاج يريح شوية، ويبقى ديانج في نص الملعب، ديفندر ثابت ما بيزيدش، هو الراجل زيادته كويسة بس ما تزيدش، وقفشة هيلعب جنبه اجاييه، وهينزل مكان السولية محمد طاهر. هيبقى ده شكلك.
السولية بس يريح شوية، عشان بأمانة هو بيعمل مجهود كبير، احنا مش بنقلل من السولية، مجهوده كبير جدا، ولمساته الصراحة كويسة قوي، يعني ممكن يوديك في لحظة انت والجون، بس محتاج يريح، عشان هو باين ان هو بيجهد نفسه في الملعب كله، حرك شمال ويمين وكور سلبية جدا. انت مش مطالب بكل ده، انت مطالب ان خلاص الكرة اتقطعت منك لازم بتكون في نص ملعبك، تاخد نفسك مرتاح، الكرة بتجيلك بتقطع وبتبني هجمة من اول وجديد. الدور اللي انت بتقوم بيه ده دور قفشه، والصراحه انت مخلي قفشه مخنوق، ومخلي اجاييه مخنوق، ومخلي حسين الشحات مخنوق، وضاغط على الباكات اللي معاك ايمن اشرف ومحمد هاني، بتخليهم برضو يخشوا في نص الملعب في اوقات كتير. اتمنى موسيماني ياخد باله من القصه ديت، وانا شايف ان هو بيجهز رامي ربيعه برضو في نص الملعب، مش عارف ناوي يلعب ب3 ديفندرات ولا ايه. خلينا نشوف موسيماني ناوي على ايه ماتش بكره. وما تنساش تشترك في القناة وتتابع التحليل اللي هينزل بعد المباراة، وان شاء الله الاهلي يكسب الماتش دوت، لان الماتش سهل جدا ان شاء الله. انا شايف الفرقة بتاعتنا قوية جدا على فيتا كلوب، وشايف ان احنا عندنا غيابات كتير، ان شاء الله لما هترجع هنبتدي نلعب بطبيعتنا يعني، بس نعدي الماتش دوت، لازم نكسب هناك ال3 بونت ان شاء الله. بالتوفيق، ونشوفكم على خير في الفيديو الجاي.